اليوم جبت لكم سوفلي مقطن مفشفش في وقفة ديريه، وصفة مثالية جدا جدا لرمضان. كما نعرفوا في رمضان نبغوا نبدلو شوية من بوراك وشوية من بسطيلة وشوية من سوفلي، وكل خطرة اش نديرو نوعو. كما راكم تشوفوا فيه الداخل يجي فارغ لاباطي تاعو تجي قطنية قطنية. هنا نمر المقادير بلا ما نطول عليكم. كان راح لي مقطع من الفيديو درت مع كاس تاع حليب يكون دافي دو بريفيرونس، ديريه دافي ورانا في البرد. مغرف كبيره تاع ماكله تاع سكر، ومغرف تاع ماكله تاع خميره الخبز، وبياض بيضه. نجيب الفوي هنايا ونحرك هذو المقادير مع بعض تحريكه خفيفه هكا، ومن بعد نضيف هنايا الملح. وكيما راكم تشوفوا هنايا في وقفه ديريه تخلطي كلش، تخليها تخمر العجينه تاعك وتكوني وجدتي لا فارس سي نورمال، وتعاودي تعمريه وتخليهم يخمروا وتدخليه وطيبيه وتتحصلي على النتيجه ولا اروع. هنا بعد ما خلطت هذوك المقادير نزيدو هنايا ربع كاس تاع زيت، ربع كاس تاع زيت، ونزيد نخلطها مليح مليح. ومن بعد نبداو نضيفو الفرينه شويه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه. لازم العجينه تاعك تكون طريه طريه حتى رايحه شويه تتلاصق، ما لازمش تيبسوها. كل ما تنشفي العجينه تاعك كل ما واش رايح يجيك السوفلي تاعك مقطن الداخل. هنا ضفت انايا مغرف تاع خل، الا عندك هذا الاحمر ولا الابيض، ولا ما عندكش ديري مغرف تاع عصير الليمون، يعطي واحد الخفه للعجينه تاعك، خفه كبيره، يعطي لك ديفيرونس كبيره. هنا بديت نضيف الفرينه تاعي الاولى، درتها غير بالفوي دخلتها، ومن بعد مع التالي لازم نستعملو يدينا باه تعرفي القوام تاع العجينه تاعك كيفاه كيفاه تخليه. ما لازمش تفوتي الفرينه تيبسيه بزاف، وما لازمش تخليها طريه بزاف، باسكو من بعد ما تولي ما كاش حاجه تقدري تتحكمي فيها. دوك تشوفوا معايا القوام اللي نتحصلوا عليه تاع العجينه تاعنا. هنا بعد ما جمعت العجينه تاعي في الغيسيبيون تاعي نقيته ودرت فيه شويه تاع الزيت. لازم ديروا داك السطح الاملس تاع العجينه تاعكم باه كي تخمر من بعد وديغازيها ماكش حتصيبيها كاع مشنتفه، ما تعذبكش في الخدمه. هنا الاخر تاع كاع بالزيت، ونخليها على جهه تخمر غير في غرضها. لازم هذيك الخموريه تاعها تضاعف الحجم تاعها. وهنا بعد ما خمرت لي وكنت هبطتها الخطره الاولى وعاودت خليتها خمرت لي ثاني مره، هنا جبت الميزان. انا نبغي لي سوفلي تاوعي يجوني كامله على حبه، اللي تقدر عينها ميزانها عينها ميزانها، انا نبغي نخدم بالميزان. هنا مع الاول درت 6 كريات، ومن بعد شفتهم بلي ماشي كيف نبغي يجوني كيف نيشان. جبت الميزان تاعي ودرتهم 100 غرام لابول، واللي زيدت لي مع التالي هذيك العجينه قسمتها 80 صافي درت 4 تاع 100 غرام و80 غرام زوج حبات. ومن بعد هنايا بلا ما تخليها تعاود ترتاح لا والو، تعاودي كنت درت على جهه لا فارس، درت اون فارس سهله. كان عندي صدر دجاج رحيته وزدت له توابل تاوعو، زدت له فص تاع ثوم وقليته في شويه تاع زبده، ودرت له حرور شويه برك راس الحانوت، قليته مليح مليح وخليته على جهه. وكان عندي كميه تاع الفرماج سكرفشتها ووجدتها. هذا هو الحشو تاعي. كان اللي تبغي دير صوص طوماط الداخل، تبغي ديري اون صوص بلانش، تبغي ديري لا صوص فرomagère وديريها الداخل. اللي يبغي ساندويتش يجي مشخشخ هكا بلي فرomاج ويجيك رطب الداخل وفيه السوائل الداخل. كاين اللي يبغي سوفلي يجي مشمخ، وكاين اللي يبغي سوفلي يجي ناشف. هنا بعد ما قسمت كامل هذاك العجينه تاعي كوروهم كيما هكا وخلوهم على جهه، وتبداو بسم الله قبل ما يخمروكم. بس هذه العجينه بالخف تخمر، غير تبوليها كيما هكا. تجيبي الفرينه تاعك وبديت ديري في لي سوفلي تاعك. اللي تبغي ديري سوفلي غير صغير تنقص، دير غير 50 غرام ولا 60 غرام في الكوريه. انا هنا يجوا كيما لي ميني باغيت، ما يجوش لي سوفلي هذوك الصغار. هنا كنت شعلت الكوشه تاعي، لازم الكوشه تاعكم تسخن مليح مليح. سوبودريتش هنا شويه فرينه، استعينوا بالفرينه ونحلوها هكا اوفال. حلو العجينه تاعنا اوفال، وديري الحشو تاعك برك كي تولي رايحه تبلعي. لازم تسوديها مليح باه ما تنحلكش
باه ما تنحلكش العجينه تاعك ويخرج لك يسيح لك داك الفرماج. سورتو اللي يديروا لي صوص الداخل، لا درتي صوص بيشاميل ولا درتي اون صوص بلانش ولا رايحه تخرج لك الا ما بلعتيش مليح مليح العجينه تاعك. هنا نضيف الحشو تاعي اللي قلت لكم، غير فيونداشي هكا حمرتها وكي طابت لي مليح مليح، وفرماج رابيتو. وانا في العائله عندي يبغوا هذا الحشو، سي بور سا درتو. وانتم كيما قلت لكم الحشو يرجع لكم. هنايا نبلع الحبه تاعي مليح مليح تاع السوفلي، ونضيف الفرماج قبل ونبلع الحبه تاع السوفلي. اللي تخافي لما تبلعش مليح السوفلي تاعها، جيبي شويه ماء وفوتي لو تور تاع هذاك السوفلي بصبعك كامل بهذاك الماء. كي حتبلعيهم تضمني بلي مش حتنحلك الحبه. سينو ديري غير كيما درت انا هكا، غضغطي مليح مليح وعاودي هكاك شغل لويها غير فما سقميها، ونحطوهم في سنيوه يخمروا. لازم يخمروا لك مليح مليح باه تروحي تدخليهم للكوشه. كل ما يخمروا كل ما رايحين يجوكم في الشفشين وفي الشفشين. هنا درت شويه فرينه اللي عندها البابي كويسون، دير بابي كويسون بطبيعه الحال. الا ما عندكش ديري شويه فرينه، انا ما كانش واجد عندي. ونمر الحبه الزوجه هكا. غير راني نوريكم حبه زوجه باه تشوفوا برك. خلوها اوفال باه تجيكم هذيك لا فورم تاع لا باغيت. بغيتيها مدوره تقدري فنيت. كاين واحد المول ما وريتوكمش اللي نضغطوا به السفلي، كاين متواجد في الاسواق الجزائريه وكثره تاع البيوت الجزائريه فيه. تقدري فنيت تحليها مدوره، تحليها وبلون بورت بياس مدور تقطعيها وديريها في ذاك المول. ديري الحشو تاعك الداخل ومن بعد تضغطي عليها بذيك الاله جايه كيما ان بورت بياس وهي فيها زوج تبلعي بها. تبلع مليح، تبلع تري بيان. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم وصفه بها. وتسودي مليح العجينه تاعك هنا كيما راكم تشوفوا. ونحطوهم ذي حدا ذي في السنيوه برك بعدهم شويه على بعضهم. كي تبعدهم شويه على بعضهم كي يخمروا واش راح يلصقوكم في بعضهم، بس كي تخمر هذه المملحه تخمر بزاف. ونخلوهم كيما قلت لكم يخمروا. قبل ما تدخليهم خليهم يخمروا، ما تدخليهمش حتى قبل ما يخمروا بعد تقولي الوصفه ماشي ناجحه. هنا بعد ما سخنت لي الكوشه مليح مليح درت كامل المملحات تاعي. كملت هذوك الحبات 8. انا ما درتش كونتيتي كبيره، اللي عندها افراد عائله بزاف دوبلي ولا اوليو اللي تعبري بهذاك الكاس تاع الصغير اللي عبرت به. انا عبرت به تاع 220 مليلتر. اوليو اللي تعبري بهذاك تروحي تعبري بان بول ولا غرفيه كبيره ولا نتوما افراد العائله تاعكم. المهم انايا هذاك الكاس اللي عبرت به خرج لي 8 لي سوفلي. هو يجو كيما لي ميني باغيت، يجو كبار ان شاء الله ما يجوش صغار. هنا نكمل العجينه تاعي معكم ونخليها تخمر مليح مليح مليح. ونجيب حبه بيض، ماشي حبه بيض عفوا، نجيبو غير صفار. ديت غير صفار. انا اللي تبغي دير البيضه كامله دير البيضه تاعها كامله. ديت الصفار وزدت له شويه قهوه وطليت هذيك لي باغيت تاعي كامل من الفوق. وكان عندي هنا شويه حبه طيبه مخلطه مع حبه الحلاوه اللي نديروها فوق الخبز ونديروها الداخل في المطلوع تاعنا. درتها من الفوق. انت الا كان عندك الجلجلان تقدري ديري الجلجلان، ولا ما كان عندك والو تقدري ديريها غير هكاك. ديري هذاك البيض، مهم البيض لازم باه تجيك حمراء وشابه من فوق. وتدخليها للكوشه تاعك. الطيب على درجه حراره ما تكونش قليله، لازم تكون عاليه. من الفوق تكون متوسطه، بصح درجه الحراره من تحت اللي عندها الكوشه تشعلها مليح تسخن مليح قبل ما يخمروا وديرهم. بصح كي تجي تدخليهم خليها من تحت عاليه ومن الفوق ديريها متوسطه باه ما تحرقلكش الحبه من الفوق. يطيبوا كيما القطن، يخرجوا لك مملحه قطنيه. وجربوا هذه العجينه كما حين تعتمدوها مام في وقفه ديريها توجدي عجينتك. وسيرتو لا درتي اون فارس سهله كيما اللي درتها انا تخرج لك ولا اروع.
وها هي النتيجة النهائية. شوفوا لي على ذيك التحميرة وعلى ذيك الخفة وعلى ذيك الهشاشة، تجي كيما ليبونج. صدقوني جربوها على ضمانتي، واللي جربها ما تنسانيش بالتعليق تاعها وتقولي كيف خرجت لها. راكم رايحين تعتمدوها كمملحة رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. شوفوا هنا درتهم دي باغيت كبار، ونقسم معكم اون باغيت باش تشوفوا الخفة والطراوة تاعها ما شاء الله. تبغوا تصغروا الحبة صغروها شوية الحبة، ما تكبروهاش بزاف كيما درت لها انا. وها هي المملحه تاعنا الداخل. شوفوا تجي خاويه، ما تجيش هذيك المعجنه بزاف وتجي تذوب بذاك الفرماج بزاف. وانتم على حسب الحشو اللي ديروه. مملحه قطنيه وهايله ولا يعلى عليها. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، ان شاء الله تجربوها وما تنساونيش بلي كومونتير ولي جيم.